اهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. طبعا يا اسطى انا جالك النهارده بنسختي فيرجن 2، حرفيا حاجه جمدان بمعنى الكلمه. تمام، لو انت متابعني يا اسطى على المنتدى فانا نزلت المميزات بتاعه النسخه دي كامله على المنتدى. تمام، وحرفيا الناس كلها منتظره النسخه دي من الجمدان بتاعها. تمام قوي. طبعا يا اسطى انا بذات كده في مقدمه الفيديو وهثبت لك فيها ان النسخه دي حرفيا حاجه روعه بمعنى الكلمه بالصحاب. عندك كده لو ضغطت على صورة هنا، تمام، عندك هنا زخرفة النصوص، هنا طبعا تكرار النص برضو ده في نفس الشات، يعني في نفس الشات، مش من ضمن المميزات اساسا بتاعت النسخه خالص. تمام، وده الشات طبعا بتاع النسخه بالشكل الجمدان اللي انت شايفه ده. طبعا يا ابو الصحاب النسخه بترمي فيروسات ايفون وبترمي فيروسات اندرويد، وبترمي الاتنين مع بعض طبعا لتهنيج نص نسخ المجال حرفيا باثباتات في الفيديو بتاع النهارده ده. تمام، طب لو ضغطت كده على الثلاث نقط بعد كده اضافات مندو الحاكم، تمام، وطبعا اضافات مندو الحاكم اهوت. عندك هنا دي طبعا قناة اليوتيوب بتاعتي، فريت تخش تشترك وتعمل لايك للفيديو وتظبط الدنيا كده عشان حرفيا النسخة بتاعت النهاردة دي حاجة جمدان بمعنى الكلمة. تمام، عندك هنا حرق النسخ بكول، تمام، حرق جميع نسخ الواتساب بكول. تمام، عندك هنا يا اسطى زرار انهاء الرومات، حرفيا النسخة دي حاجة فوق الروعة بشوية. عندك هنا ابو الصحاب منع تهنيج فيروس الكول، يعني لو انت مفعل الزرار ده وحد تاني مستعمل نفس النسخة دي مستحيل يهنجك من كول او اي حاجة من دي. تمام، لو رن عليك عامة، والمفروض اللي هو هيهنجك بكول والكلام من ده. فكك انت من الحوار ده خالص، وان شاء الله باذن الله النسخة دي ولا هتهنج من اي فيروس، ومش هتطلب منك تحديث، وهتثبت على جميع الاجهزة حتى لو طبعا جهازك ضعيف الكلام ده كله. تمام، وطبعا هتثبت جنب اي نسخة واتساب عندك. تمام، وعندك ده تذكر ايفون. طبعا يا اسطى دي اقل مميزات في النسخه، حرفيا النسخه حاجه روعه بمعنى الكلمه. كل اللي انا طالبه منك انك تعمل لايك على الفيديو دلوقتي، زائد كومنت حلو كده جميل منك يا ابو الصحاب. هننزل بالانترو بتاعنا وهنكمل الشرح على طول. كمل الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده في فيديو جديد من قناة مندو الحاكم. تمام، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كالعادة تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو دي أول مشاهدة ليك. طبعا يا اسطى أنا جالك النهارده بنسختي فيرجن 2، حرفيا حاجة جمدان بمعنى الكلمة، وباللون اللي كلكم اخترتوه اللي هو اللون البنفسجي. تمام، حرفيا نسخة فوق الروعة بشوية. كل اللي أنا طالبه منك يا أبو الصحاب تعمل لايك على الفيديو، زائد تكمل الفيديو بتاع النهارده للنهاية، علشان طبعا النسخة بباسورد، والباسورد مكون من 4 ارقام، هقوله رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو. تمام قوي. طبعا النسخه فيها مميزات جميله جدا، فلازم تكمل الفيديو بتاع النهارده علشان تعرف المميزات بتاعت النسخه كامله. تمام قوي. طبعا يا ابو الصحاب هنبدا في المميزات دلوقتي عشان ما نطولش على بعض في الفيديو بتاع النهارده. تمام، طبعا مبدئيا انت اول ما تفتح النسخه عامه عندك هيجيب لك اشتراك، يعني هيجيب لك لازم تشترك في القناه علشان النسخه طبعا التحديثات اللي بتنزل للنسخه والكلام ده كله تستقبلها اول باول. تمام، فلازم عشان تفتح النسخه لازم تشترك الاول في القناه وتعمل لايك. تمام، بعد كده هتطلع وترجع تخش النسخه تاني، هتفتح معاك من غير اي مشكله خالص. تمام قوي. طبعا لو انت مشترك في القناه الحوار ده كله مش هيجيلك. تمام قوي. وبرضه يا اسطى لو جالك هتلغي الاشتراك وتشترك من اول وجديد تاني. تمام قوي. عندك يا ابو الصحاب نبدا في المميزات كده دلوقتي. عندك يا ابو الصحاب النسخه طبعا بتضيف اكتر من حساب عليها من غير اي مشكله خالص. عندك النسخه فيها الوضع طبعا الفتح بتاع النسخه وكلام من ده. طبعا هنضغط كده تفعيل نجرب الوضع الفتح بتاع النسخه، حاجه جمدان بمعنى الكلمه. تمام قوي. زي ما انت شايف كده ابو الصحاب ده الوضع الفاتح بتاع النسخه. عندك هنا اهوت تنبيه هام، خش اشترك، اعمل اشتراك في القناه عشان تاخد تحديث يا روحي وتبقى جمدان معاك والكلام ده كله. تمام، عندك لازم بقى النسخه تشترك فيه، يعني لازم تشترك في القناه. عندك هشترك اهوت والكلام من ده. هنرجع نشوف القناه ونشترك فيها ونرجع تاني. تمام يا ابو الصحاب. عندك كده هنرجع النسخة بالوضع الداكن تاني عشان نبدأ نكمل المميزات بتاعت النسخة، ونبدأ في المميزات اساسا بتاعت النسخة. حرفيا النسخة جمدان بمعنى الكلمة يا اسطى. تمام، عندك مبدئيا هتدوس كده على الثلاث نقط هنا يا ابو الصحاب. هنا طبعا المطور، عندك ده لينك القناة بتاعتي يعني والدنيا دي. تمام، عندك هنخش تاني كده على الثلاث نقط دي، طبعا الخصوصية العادية بتاعت النسخة. تمام، مش هتحتاجها اساسا في حاجة لانها بالانجلش كلها. عندك هنا جدولة الرسائل، هنا طبعا رد تلقائي. عندك هنا الاباوت،
ده طبعا الاباوت بتاع النسخه بالصحاب، حرفيا جمدان بمعنى الكلمه. تمام. طبعا دي المميزات عامه بتاعه النسخه. عندك النسخه طلقه في الرمي، هنا طبعا بتحرق اي نسخه بمكالمه، مش بتهنج من اي فيروس. هنا طبعا زراير قطع النت عشان التحفيل، هتهنج اي حد برساله وداعا لتهنيج، فيها 100 زرار للتهنيج. تمام. عندك هنا زرار عكس الرسائل لحظر الارقام، هنا طبعا بتضرب ابلاغات نار، شاشه ابلاغات ثابته، ميزه انهاء الجروبات، بتصنع فيروس اندرويد وايفون. حرفيا النسخه جمدان بمعنى الكلمه. تمام. بتحول الموسيقى لريكورد. عندك هنا ادمن فيك، هنا طبعا تفيك الريكورد. عندك هنا ميزه توفير الانترنت، هنا طبعا بتمنشن للروم كله بمكالمه. تمام. هنا طبعا بكلمه قصدي. عندك هنا ايموجي الايفون، هنا طبعا بتوثق ارقام. طبعا نهايه مجالك، حرفيا بتعرفك مين عمل لك اخفاء الستوري اللي هو عامه البلوك والكلام من ده. حرفيا يا اسطى النسخه جمدان بمعنى الكلمه. عايزين نشوف بقى المميزات دي كلها دلوقتي. تمام. طبعا هندوس كده على الثلاث نقط. عندك هنا ريستر النسخه لو انت مهنج يعني الكلام من ده. هنا طبعا رساله الرقم مش متسيف، هنا طبعا مين عمل لك بلوك. هنا طبعا ارسال رسائل جماعيه، هنا اعمل بار اللي هو اعمل جروب بمعنى اصح. هنا اعمل بي سي، هنا افتح ويب، هنا مسجات لطيفه. عندك هنا الاعدادات، ونخش نشوف الاباوت الجمدان بمعنى الكلمه بالصحاب. تمام. تمام قوي. ده طبعا الاباوت بتاع النسخه، حاجه لطيفه كده وحاجه جمدان يعني. بص حاجه روعه بمعنى الكلمه. تمام. لايك وكومنت كده اظبط الدنيا بالصحاب. النسخه بتاعت النهارده جمدان، حرفيا حاجه روعه. تمام. تمام قوي. هي طبعا هنيجي يا اسطى كده نخش على اي شات كده زي ما حضرتك شايف. عندك هنا النسخه بترمي فيروسات ايفون وبترمي فيروسات اندرويد، وبترمي الاتنين على بعض عامه لتهنيج نص نسخ المجال. حرفيا جمدان. تمام. عندك النسخه هنا برضو فيها تذكر جمدان حرفيا وسريع جدا جدا زي ما حضرتك شايف كده. تمام. تمام قوي. ده مبدئيا. عندك هنخش على الثلاث نقط بعد كده. اضافات مندو الحاكم، هيفتح لنا السيتنج اللي هو الاعدادات عامه زي ما انت شايف كده. تمام. حرفيا جمدان يا ابو الصحاب. عندك هنا اضافات مندو الحاكم. تمام. ده مبدئيا. عندك اسطى هنا قناه اليوتيوب وهنا قناه اليوتيوب ده برضو. تمام. يعني الاتنين هيدوك معنى واحد بمعنى صح، لانها قناه واحده بس اللي محطوطه. تمام. فانت هتخش تشترك بقى وتفعل زرار الجرس لو انت عامه ما اشتركتش لسه لحد دلوقتي، زائد اللايك بتاعك الجميل، الكومنت بتاعك اللي بيشجعني عامه ان انا انزل لك المزيد دايما. تمام. عندك هنا اول زرار معانا واللي هو حرق النسخ بكول. تمام. ايه حرق النسخ بكول ده؟ هقول لك قصه في الفيديو بتاع النهارده. تمام. المهم للناس اللي هي مش عارفه، في ناس عارفه وفي ناس مش عارفه. تمام. المهم الكلام ده للناس اللي مش عارفه. تمام. تمام قوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو مثلا انت بتفعل الزرار ده وبتبدا ترن على اي شخص عامه، النسخه بتاعته بتتحرق. تمام. النسخه بتاعته بتتحرق نهائيا. تمام كده. تمام قوي. بس طبعا اثناء الرمي بس. تمام. اثناء الرن قصدي بس. تمام. تمام قوي. عندك هنا ابو الصحاب اللي هو منع تهنيج النسخه اساسا، يعني النسخه مش هتهنج من اي فيروس وانت تفعل الزرار ده. هي النسخه في الاساس ما بتهنجش، بس دي حاجات طبعا للضروره بس مش اكتر. تمام. هنا طبعا اصلاح اخطاء النسخه. تمام. ايه هي اخطاء النسخه؟ مثلا النسخه ما بعتتش ريكوردات. تمام. الكلام ده كله بس عامه ان شاء الله باذن الله ما فيش اي خطا هيواجهك في النسخه. تمام. تمام قوي. عندك هنا طبعا ابعت اي رساله فيروس اللي هو ارسال قطع نت بمعنى اصح. تمام. النسخه بترسل قطع نت، يعني حرفيا جمدان بمعنى الكلمه. تمام. يعني انت هتفعل الزرار ده وهتبدا تبعت لاي شخص نقط بس مش اكتر. تمام. هتوصل له كفيروس قطع نت. تمام. عندك هنا انهاء الجروبات او الصحاب بواسطه مندو الحاكم. تمام. هنا طبعا ايه هو انهاء الجروبات للناس اللي مش فاهمه؟ طبعا يا ابو الصحاب انت هتخش اي روم. تمام. بعد كده هتتوسل لاي حد ان هو يرفعك ادمن. تمام. بعد كده هتبدا انك تطلع من الجروب خالص، هيقول لك تم انهاء المجموعه. تمام. يعني كل سنه وانت طيب كده في الجروب بمعنى اصح لما تفعل الزرار ده وتعمل اللي انا قلت لك عليه ده. تمام. تمام قوي. عندك هنا اللي هو اخفاء اخر ظهور، هنا طبعا تجاوز مشاهدات الحاله لمره واحده. الكلام ده كله دي طبعا المميزات يا ابو الصحاب اللي احنا ايه متعودين عليها. تمام. ده طبعا برضو لو انت عايز تعمل بصمه لاي قصدي دردشه عندك في الواتساب الكلام ده كله. تمام. عايز تغير النمط، عايز سؤال احتياطي اللي هو بتاع الرقم السري الكلام ده كله، يعني عايز تعمل رمز عامه لاي دردشه او للواتساب نفسه، بتعمله عن طريق اللي انت شايفه قدامك ده. تمام. وعايز تغيره الكلام ده كله. تمام كده. تمام. او حرفيا يا ابو الصحاب النسخه جمدان بمعنى الكلمه. عندك هنا السمات بقى كامله، هنا طبعا فولدر كامل لتحميل السمات بمعنى صح. تمام. عندك في القسم ده في
4032 سيم من غير اي مشكله خالص. هتبدا تضغط على القسم ده وتحمل اي سيم وتحطه على النسخه من غير اي مشكله. تمام. بس حرفيا النسخه شكلها جاحد الصراحه يعني، فمش هتحتاج اي سيم انت تحطه. عندك هنا تطبيق سمات من الملف، لو انت عندك سمات في الملفات عندك من غير اي مشكله خالص هتبدا تطبقه برضو من الملفات عندك يا ابو الصحاب. تمام. عندك هنا حفظ سيم، هنا طبعا استعاده سيم، لو انت عايز ترجع النسخه زي ما كانت تاني برضو بتستعيد السيم اللي كان فيها الاساسي. هنا طبعا اعاده الضبط، لو انت عايز يعني تغير شكل النسخه للوضع الاساسي التاني بتبدا تعمل اعاده الضبط خالص. تمام. تمام أوي. حرفيا ابو الصحاب جمدان بمعنى الكلمه. فياريت دلوقتي تكون عملت اللايك بتاعك الجميل، الكومنت بتاعك الاجمل اللي بيشجعني ان انا انزل لك المزيد دايما. تمام. حرفيا النسخه متعوب عليها زي ما انت شايف كده. عندك هنا بقى اللي هو الاعدادات بتاعه النسخه، هنا طبعا الالوان بتاعه النسخه كامله. تمام. لو عايز تغير الالوان بتاعه النسخه الكلام ده كله. تمام. هنا طبعا الستايل والشكل، عندك هنا بالصحاب لو عايز النسخه بالشكل الايفون فانت طبعا بتبدا تنزل الوضع ده وبتبدا تفعله، النسخه بتقلب معاك كنسخه ايفون. تمام. عندك اول رقمين في الباسورد 20، كمل الفيديو علشان تسمع اخر رقمين في الباسورد. عندك هنا بقى اللي هو تغيير نوع الخط. تمام. لو انت عايز تخلي مثلا نوع الخط بتاع النسخة ايفون انجليش الكلام ده كله بتبدأ تغير نوع الخط لأي خط عامة انت عايزه من غير اي مشكلة خالص. تمام. عندك هنا اللي هو تغيير ايقونة التطبيق. تمام. لو انت عايز تغير ايقونة التطبيق من كده مثلا لأي ايقونة انت عايزها من اللي انت شايفها دي. تمام. هنا طبعا تغيير ايقونة الاشعارات زي ما انت شايف كده جمدان بمعنى الكلمة. طبعا ايه هي تغيير ايقونه الاشعارات؟ عندك اصلا الاشعارات اللي بتظهر لك فوق دي بيظهر لك جنبها ايقونه الواتساب عامه اللي انت بتستخدمه. تمام. عايز تغيرها لاي شكل انت شايفه دلوقتي بتغيرها من غير اي مشكله خالص. تمام. تمام قوي. عندك هنا هنطلع يا ابو الصحاب، عندك هنا الاخفاء الوسائط من المعرض الكلام ده كله. عندك هنا طبعا نسخ الاحتياط والاستعاده لو انت عايز تركب ملف سرعه الحوار ده. تمام. هنا طبعا النسخ الاحتياطي برضو معلش يا اسطى لسه داخلين دلوقتي. عندك هنا الاعدادات طبعا. هنا طبعا يا ابو الصحاب لغه التطبيق، لو انت عايز لغه التطبيق انجليش بتبدا تختار الوضع الثالث ده اللي هي الكلمه الثالثه دي بمعنى اصح. تمام. النسخه بتقلب معاك نسخه انجليش، يعني بتبقى انجليش في كل حاجه. تمام. ما بيبقاش فيها عامة أي حاجة عربي. تمام كده. إيه عندك هنا فتح أكتر من محادثة الكلام ده كله. عندك يا أبو الصحاب هتفعل الزرار ده عشان ترسل الرسالة لأكتر من 250 شخص. تمام. عندك هنا زيادة حد تحويل الرسائل إلى 250 شخص. تمام. عندك هنا هترسل طبعا هتعمل قصدي الشريط ده للآخر كده وتفعل الزرار الأخراني كده برضو عشان ترسل الصور بوضوح عالي وترسل أكتر من 10 صور في دفعة واحدة. تمام. تمام قوي. عندك يا ابو الصحاب هنطلع كده وصلنا طبعا للاعدادات. عندك هنا اعدادات الواجهه. تمام. اللي هو طبعا البر العلوي اللي هو الستايل بتاع النسخه بمعنى اصح لو انت عايز تغيره الكلام ده كله زي ما انت شايف كده. تمام. هنا تفعيل ستايل الواتساب مثل الانستجرام الكلام ده كله، يعني كانك في انستجرام مش في واتساب. تمام. يعني مثلا الحالات يا اسطى بتظهر لك بشكل مختلف هوريه لك دلوقتي. تمام. هنا طبعا فصل المحادثات الشخصيه عن الجروبات. تمام. هنا وضع اسمي لو انت عايز اسمك اللي يظهر بدل كلمه واتساب. تمام. تمام قوي. هنطلع كده مع بعض. عندك هنا بقى الاسطر بتاع النسخه يا ابو الصحاب زي ما انت شايف كده، دي طبعا البار العلوي اللي احنا لسه ايه داخلين عليه الكلام ده. طب تمام. تمام قوي. عندك هنا بقى اللي هو التأكد قبل إرسال الصورة على الحالة، لازم طبعا تكون مفعل الزرار ده. عندك هنا إشعار عند مشاهدة الحالة يا اسطى، عندك أي حد هيشاهد الحالة بتاعتك عامة هيظهر لك إشعار اللي هو شاهد الحالة بتاعتك. تمام. لو أنت طبعا مفعل الزرار ده. تمام كده. تمام قوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو اضافات الواجهه والمحادثه. تمام. اللي هو عامه المميزات العاديه. عندك هنا السمات الواجهه نفسها حاجه جمدان بمعنى الكلمه، في 5 سمات هوريهم لك دلوقتي يا ابو الصحاب. تمام. اول سيم للواجهه هنختاره دلوقتي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنا طبعا الفكتات الواجهه اللي هو التحركات بتاعت النسخه عامه هنختار طبعا التحرك ده ونشوفه دلوقتي مع بعض. تمام. تمام قوي. يعني يا اسطى يا ريت يا ريت يعني تقديرا لاخوك تكون عملت لايك دلوقتي وكومنت. حرفيا النسخه جامده زي ما انت شايف كده. تمام. هنا طبعا منع تهنيج فيروس الكول. تمام. يعني لو اي حد مستخدم يا اسطى النسخه دي ورن عليك على اساس اللي هو هنجك كول، تمام، مستحيل تهنج وانت مفعل الزرار ده. عندك ده فكك منه وده فكك منه برضو، ما يعني كانوا مش موجودين اساسا في النسخه. ده طبعا تذكر ايفون يا اسطى وانت مفعله اي كلمه انت هتكتبها في خانه الكتابه في اي شات عامه بتاع شخص تمام انت فيه هتفضل مكتوبه زي ما هي. فكل اللي انت هتعمله هتبدا ترسل بس تعمل ارسال، مش هتبدا اللي انت تكتب الكلمه من اول وجديد تاني. تمام. لانها طبعا هتبقى مكتوبه تلقائي. تمام كده.
تمام قوي. عندك هنا بالصحاب اللي هو التأكد قبل ارسال الملصق، هنا طبعا الشكل الجديد، الواجهه، زرار المرفق. بص يا اسطى، دي طبعا المميزات العاديه اللي احنا متعودين عليها، تمام، عشان برضو ما نضيعش الوقت والكلام من ده. عندك دي التحديثات بقى. النسخه طبعا مش هتطلب منك تحديث، تمام، بس لو انت عايز تحديث للنسخه دي فلازم تكون مشترك في القناه عشان طبعا كل حاجه توصلك اول باول، تمام. وطبعا يا اسطى هنطلع كده، ده طبعا الاباوت بتاع النسخه، ده طبعا رساله الشكر والكلام من ده، دي طبعا رساله الشكر يا ابو الصحاب، وبالمميزات بتاعت النسخة والكلام من ده، تمام. وطبعا النسخة بالجمدان اللي انت شايفه ده، فحرفيا حاجة روعة بمعنى الكلمة. فاحنا هنبدأ نطلع من النسخة ونخش النسخة تاني عشان نشوف الحاجات اللي اشتغلت بمعنى صح، تمام. عندك هنا اللي هو تفعيل الستوري عامة مثل الانستجرام، تمام، زي ما انت شايف كده ظهرت بالشكل الجمدان ده. عندك دي طبعا الحالات بتظهر لك في الواجهة يا اسطى زي ما انت شايف كده، تمام، يعني مش في خانة الحالات بمعنى صح. فدي حاجة يعني جامدة من نوعها، تمام. عندك دي بالنسبة للتحركات يا ابو الصحاب زي ما انت شايف كده، جمدان حرفيا، تمام. وبص النسخة، يعني النسخة ما فيهاش غلطة، النسخة حاجة فوق الروعة بشوية زي ما انت شايف كده، تمام. عندك يا ابو الصحاب اخر رقمين في الباسورد 10، لو انت ما سمعتش اول رقمين في الباسورد فارجع واسمعهم عشان تفك الضغط بتاع النسخة من غير اي مشكلة خالص، تمام. طبعا لو انت عايز يا اسطى فيديوهات للتعديل الكلام ده قول لي تحت طبعا في الكومنتات، وانا يا اسطى بص اي حاجه انت عايزها انا هنزلها لك، تمام، اللي هو تغيير شكل النسخه، تغيير الوان النسخه، الكلام ده كله. وان شاء الله باذن الله ممكن اغلبيا الفيديو الجاي يكون عن تغيير الوان النسخه، يعني الوان النسخه اللي انت شايفها قدامك دي، تمام. ممكن انزل لكم فيديو عن الحوار ده. طبعا يا اسطى هسيب لك لينك قناه التليجرام تحت في الديسكريبشن، مهم جدا انك تخش فيها، زائد لينك جروب الواتساب اللي هو المملكه بتاعتي عامه، بنزل فيها حاجات جمدان، هسيبها لك طبعا تحت في الديسكريبشن، تمام. وفي فيديو كامل عن فك تشفير اي نسخه واتساب، وطبعا بعدها هيتم التعديل عليها بمعنى اصح، وتغيير الصور بتاعتها وتغيير الاسامي بتاعتها وتخليها بتاعتك والكلام ده كله. هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، او لو ما سبتوش يا اسطى هتلاقيه عندي على القناه. ولف لك لفه حلوه كده وكويسه في القناه، القناه حرفيا عليها حاجات هتفيدك جدا، تمام. وانا عارف انا بقول لك ايه. واستنوا الفيديو الجاي هيبقى حاجه روعه بمعنى الكلمه. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. واسف جدا ان انا طولت عليكم في الفيديو بتاع النهارده، بس ده غصب عني لان المميزات زي ما انت شايف كده في النسخه، تمام. تمام قوي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.